في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي ناسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، ربت ناس كبرت تحرقها، صبرة وبتدور على طوق تهرب بيه من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أم الدنيا. صحينا الصبح على خبر صعب جدا كما تعودنا، استشهاد أبونا رفائيل موسى كاهن كنيسة ماري جرجس بالعريش. طبعا احنا عارفين ان 30 يونيو اعتدنا فيها ان احنا دايما نقدم شهداء سواء من المسلمين او المسيحيين، ولكن الموضوع انحصر في الفترة اللي فاتت على تقديم شهداء المسيحيين فقط. عارفين ان منطقة العريش او منطقة سينا كلها عندنا مشكلة فيها كبيرة جدا، ان يعتبر ان ما عندناش امن في هذه المنطقة، وبناء عليه بيتم الاعتداء بشكل سافر جدا على كل الاقباط الموجودين في هذه المنطقة. منطقة العريش لا توجد بها امن، يوجد بها مجموعة قليلة جدا من الكنائس. كانت هناك العديد من الاسر المصرية المسيحية تسكن مدينة العريش، ونظرا للأحداث المتكررة اللي هي أسفرت عن مقتل العديد والعديد من الأقباط وحالات الخطف اللي احنا بعديها يعني بنفاجأ بقطع رؤوس المسيحيين، بقطع رؤوس المسلمين أو البدو كمان اللي عندهم النية أو بيفتكروا إن هم بيوصلوا أخبار للشرطة. الفترة اللي فاتت في العريش كانوا بيخشوا على محلات الأقباط بيقتلوا مباشرة وبيمشوا، فما فيش امان في مدينة العريش على الاطلاق. كنيسة ماري جرجس انا كنت دايما اتواصل مع ابونا يوسف كاهن الكنيسة، وكان دايما يقول لي ما ينفعش نتكلم لاني عندنا خطر على حياتنا كلنا. والنهاردة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدمت شهيد جديد من ابنائها، ابونا رفائيل موسى كاهن او احد افراد الكهنة اللي موجودين في هذه الكنيسة بعد القداس مباشرة. دي أول حاجة معنا النهاردة، بس خلوني النهاردة أرحب بضيف عزيز علينا، فادي يوسف الناشط القبطي والناشط السياسي أيضا. فادي يوسف في زيارة إلى كاليفورنيا، ويعني ملم بالأحداث القبطية دايما اللي بتحصل في بلدنا الحبيبة مصر، واللي دايما بنستاء لهذه الأحداث، ولكن احنا قلنا 30 يونيو دائما نقدم فيها شهداء. مساء الخير يا فادي. مساء النور يا نفين. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، شكرا ليكي. حدث صعب قوي النهارده وصحينا كلنا عليه،
واعتدنا بقى على مثل هذه الأحداث في جمهورية مصر العربية. للأسف هو فعلا حادث استشهاد أبونا رفائيل موسى. كلنا النهاردة لما صحينا الصبح اتفاجئنا بالخبر. ذكرى الثالثة لثورة يونيو، كمان الذكرى الثالثة لاستشهاد أبونا مينا شروبيم، نفس اليوم ونفس التوقيت، ولو تعتبر أشبه نفس الطريقة في الاستشهاد، إطلاق الرصاص عليه بعد خروجه من الكنيسة. للأسف الأحداث ديت مؤلمة جدا لينا، وبتأكد وطنية الآباط وإن هم ضد الإرهاب في كل أحواله وفي كل أشكاله وكل أنواعه داخل مصر أو خارجها. بس هي النقطة اللي دايما احنا بنتساءل، أين وجود القوات الأمنية أو الحماية الأمنية في المناطق المشتعلة، بالأخص تحت الضغط الإرهابي أو تحت الضغط الفوضوي اللي بتحدثه جماعة الإخوان وأتباعها. يعني أكيد النهاردة لما جه لنا الخبر دوت ما تفاجئناش إن العريش فيها إرهاب، احنا عارفين من زمان العريش فيها إرهاب. طب أين القوات الأمنية المرابطة اللي بتحمي كنايس وبتحمي الأقباط المستهدفين من جماعة الإخوان أو بيت المقدس أو تنظيم القاعدة أو داعش، اللي هي كل ما صدر من رحم الإخوان المسلمين من تيارات متشددة؟ أين المواجهة؟ أين المقاومة من الجيش أو من الشرطة لحماية الناس المستهدفة منهم؟ دايما بتساءل فينهم. كمان الكنايس في العريش فيها مشكلة كبيرة. يعني إزاي أنا يبقى عندي يعني بلد مشتعلة بالإرهابيين والحوادث المتكررة دايما فيها، ومع ذلك لا يوجد فرد أمن؟ هو الفرد الأمن أكيد مش هيحمي. لماذا لا توجد قوة أمنية متواجدة حتى أثناء القداسات؟ أنا من خلال ائتلاف آباط مصر لينا فروع، ومنهم فرع شمال سيناء. فرع شمال سيناء بالتحديد في العريش، ومهتم بثلاث مناطق: العريش والشيخ زويد ورفح. لأن الثلاث مناطق دول بالذات في شمال سيناء بيتواجد فيهم كثافة سكانية معقولة، ومن ضمن طبعا الكثافة السكانية تعداد للآباط. طبعا هو انحدر تعداد الآباط ما قبل ثورة يونيو، كانوا حوالي 1600 أسرة، النهارده لا يتعدوا 70 أسرة، وانا اعتقد كمان 70 اسره للاسف بعد الاحداث المتكرره ديت هيمشوا. انا طبعا ضد فكره التهجير، وبالذات التهجير القسري تحت ضغط الارهاب، لكن الوضع صعب. لا يوجد بديل. من خلال الاعمال الميدانيه او التقارير الميدانيه اللي بيصدرها المنسقين بتوعنا في شمال سيناء، عرفنا ان في ليله العيد القيامه او عيد الميلاد بس بيتم تامين الكنائس من خلال مدرعه وافراد امن حمايه يعني للكنائس، وبعد انتهاء الصلاه الموضوع بيعود ان فرد عسكري ربما يكون يعني نايم معظم الوقت هو المرابط قدام الكنيسه لحمايتها. طيب حادثه ابونا مينا شروبيم اشبه جدا بحادثه ابونا رفائيل موسى. هي كمان مش بس الشبه في الخطوات اللي استخدمها الارهابيين او المستهدفين لقتله من خلال اطلاق النار عليه فور خروجه من الكنيسه، لكن بتتشابه ايضا في رد الفعل اللي هو لم يتم ملاحقه هؤلاء المستهدفين. طبعا لم يتم التعرف على هويتهم، فالموضوع غريب. يعني لو بنقول حتى اللي احنا اتعلمنا من حادثه استشهاد ابونا مينا شروبيم ان القوى الامنيه ما كانتش على كفاءه معينه، طب بعد 3 سنين نفس الحادثه تحصل ونفس رد الفعل برضه موجود، مفيش اي رد فعل من القوات الامنيه، لا بملاحقه ولا حتى اطلاق نار عليهم، ولا الموضوع مش عارف. يعني هل العريش بالتحديد محتاجه تغيير في الايديولوجيه الامنيه ليها؟ هل الامر يعني لازم يكون في نظره متغيره من قبل القوات المسلحه او وزاره الداخليه نحو هذه المنطقه؟ لا اعلم. برضه في تشابه الحقيقه. النهارده لما بدات اجمع معلومات عن ابونا رفائيل موسى لقيت ان ابونا رفائيل وابونا مينا شروبيم اترسموا كمان في يوم واحد. يعني هم بنسميهم كده اخوه في الرسامه. فرسامه في يوم واحد، استشهاد يعتبر في يوم واحد، شبه في يوم واحد. ابونا مينا شروبيم 28 يونيو 2013 قبل ثوره يناير بيومين، وابونا رفائيل 30 يونيو 2016. اشبه ببعض ايضا في المواعيد الاستشهاد. انا ارجو بس ان يكون في وعي لدى القوى الامنيه من قبل الجيش او من قبل الشرطه نحو وضع الآباط في سيناء، بالاخص في شمال سيناء. وسبق واصدرنا كائتلاف آباط مصر وطالبنا ان يتم الاهتمام بشان الآباط، لانهم يعتبروا الاستهداف الاول ميدانيا. لان الاستهداف الاول في عسكريا الجيش والشرطه مستهدفين طبعا. لكن الاستهداف الاول للمدنيين يقع على الآباط.
إن كان من أعمال خطف وذبح، أو خطف وطلب فدية، أو أعمال قتل مباشرة زي ما حصل مع الآباء، أو أعمال تهجير قسري من خلال السطو على محلاتهم، أو السطو على بيوتهم أو مزارعهم، وإرغامهم على التنازل عنها. فكل دي أمور لازم يتم إعادة النظر ليها من قبل الدولة. نقدر نقول يا فادي ان يعني الاحداث المتكرره من الارهابيين تجاه الاقباط تحديدا يعني ليها علاقه مباشره بمواقيت او بتوقيتات الثوره 30 يونيو. هم بيبعتوا رساله مباشره للدوله ان الاقباط اللي ساندوكوا ودعموا 30 يونيو هم اللي كانوا عامل رئيسي في نجاح هذه الثوره، لا دول اقرب لينا منكم في القتل وفي الذبح وفي التهجير وفي الاستهداف. احنا نقدر نوصل لهم. طب الدوله المفروض حفظا لهيبتها وكرامتها يكون لها مردود برضه. ان اللي بيحصل دوت، لا الاقباط دول جزء عنصر اساسي من الدوله، وحمايتهم واجب كما كفله القانون والدستور، واجب على الدوله ان تقوم بحمايتهم. لكن انا لا اعلم، يعني الدوله في وضع صامت، في وضع للاسف ساكن. بالفعل. الكنيسه اصدرت بيان لمقتل ابونا رفائيل موسى. لو تجيب لنا البيان يا فادي. البيان مصدر من المركز الاعلامي اللي هو بيرعاه ابونا بولس حليم. طبعا ده صادر من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. نص البيان بيقول: استشهاد القس رفائيل موسى كاهن الكنيسه القبطيه بالعريش. انطلقت الى الفردوس صباح اليوم روح الاب الفاضل القس رفائيل موسى كاهن كنيسه الشهيد ماري جرجس بالعريش، حيث استشهد برصاص الارهاب الغاشم بينما كان في طريق عودته من صلاه القداس الالهي. يعني هم حتى عارفين خط سيره من مكان الصلاه، جايبين وقت خروجه من القداس، وقت خروجه نفس اللي حصل مع ابونا مينا. واتمنى اتمنى الاعداد ينشر او يعني يعرض علينا صور بعد استشهاد ابونا رفائيل في المشرحه. والكنيسه القبطيه المصريه الارثوذكسيه وعلى راسها قداسه البابا المعظم تودروس الثاني تطلب من الله نياحا لروحه طاهره في فردوس النعيم، كما تلتمس العزاء لنيافه الانبا كوزمان اسقف شمال سيناء والمجمع كهنه الابراشيه والاسرته وشعبه وكنيسته، وتدين كافه الاعمال الارهابيه التي تهدد سلامه الوطن وتستهدف تمزيق وحده ابنائه. حفظ الله مصر وحفظ ابنائها من كل سوء. نص بيان مقتضب، لكن اعتقد ان الكنيسه طبعا الكنيسه لا تدين. انا كنت اتمنى ان الكنيسه لا تدين قوات الامن، تضيف ان ايضا هناك تقصير امني واضح ولازم يبقى عنده وقفه تجاه وضع الاقباط في شمال سيناء. لازم كان يتم تنويه زي ما كنا بنقول دايما ان الاقباط هم اللي دايما بيقدموا التضحيه في كل المجالات. على فكره في نفس الايام اللي احنا فيها دلوقتي او ذكرى 30/6 يا فادي، لو تفتكر معايا الطفل مينا اللي مات في عين شمس، اللي كان بيشارك 7 سنين او 9 سنين، كان 9 سنين، اللي كان بيشارك في ثوره 30 يونيو، وكانت ليه صوره شهيره يمكن تكون معانا، ان هو الولد بيقول راسم كده علم مصر على وشه وكاتب ارحل لمرسي، ومع ذلك كان شهيد برصاص الغدر، كان نازل يشتري فينو علشان يتعشى ورجع مقتول لمامته، وكان ولد وحيد على فكره، ليه اخت بنت واحده، بنت كمان في اسكندريه في عند سيدي بشر سيدي جابر قدام المحطه بتاعت سيدي جابر كان في زي مكان كده تجمع للثوار 30 يونيو، فالاخوان اطلقوا النار وهي كانت واقفه في البلكونه بتشاهد المنظر، فتم ضرب بطنها برصاصه وماتت. فالحقيقه مش متذكر اسمها قوي، لوسي ليزا مش متذكر، نيفين معرفش اسمها ايه، بس بالتحديد الحادثه ديت كانت مؤلمه جدا لانها كانت اول شهادات ثوره 30 يونيو. الكلام ده كان في حدود يوم 28 يونيو يعني. قدمنا ناس كتيره جدا تحت اسم الكنيسه المصريه ولكن شهداء للدوله المصريه. وقفنا بكل عزمنا في 25 يناير و30 يونيو وقلنا لا مش عايزين نكمل بهذا الوضع، وكنا نأمل ان الدولة تساند دايما الأقباط. هي مش بنلوم على الدولة بقدر الإمكان، ولكن ليها دور ويجب ليها دور إيجابي جدا في حماية كل الأفراد. 30 يونيو المفروض الأماكن، يعني 30 يونيو المفروض على الأقل الأماكن والمنشآت الحيوية تكون
بشكل قوي جدا مؤمنة، والكنايس المصرية والجوامع المصرية تكون مؤمنة، لأن أنت اليوم ده 30 يونيو عارف أن ممكن تحصل مشاكل. مش بس أن احنا نوقف المظاهرات في هذا اليوم أو الاحتفالات اللي البعض بيحاول يعملها يوم أو الاحتفال بذكرى 30 يونيو، ولكن نأمن المنشآت والكنائس، خاصة الأماكن اللي فيها مشاكل من مثل هذا النوع. العريش معروفة، سينا معروفة، أأمن الكنائس كلها زي ما بأمن كده ليلة العيد للأقباط عشان أحميهم وهم خارجين من القداسات. لا، هم عارفين إن إحنا 30 يونيو دي في قداسات وفي حاجات. أأمن الكنائس المصرية، أأمن الناس وهي ماشية، ولكن هذا ما يحدث في جمهورية مصر العربية. طيب، برضو من أيام قليلة جدا، يعني أولا عزاء طبعا لنا كلنا في أبونا رفائيل موسى، وعزاء للكنيسة المصرية اللي اعتادت دايما تقدم العديد والعديد من الشهداء. واحنا قدمنا النهاردة يعني أب كاهن كان خارج يعني لسه كده يعني طازة من القداس ومتناول، يعني ده على طول على السماء، فنشكر ربنا. بس اسمحي لي واضح من الصور ان يعني في ملامح تعذيب، يعني انا مش طبعا لسه لم اطلع على التقرير الطبي لسه لكن في ملامح تعذيب حتى واضحه في الجبهه بتاعت راسه، ان دي مش رصاص اولا، دي اعتقد ممكن تكون اثار دم او كدمات. يعني طبعا هو هننتظر التقرير الطبي الصادر من المستشفى هناك، لكن اعتقد ان الامر لم يتوقف فقط على اطلاق النار. ممكن يكون في ضرب او سحل، ممكن يكون اتاخد الاول وبعدين لا هو ضرب كان على الطريق، يعني حتى الجثه بتاعت ابونا رفائيل كان وجدوها على الطريق بجانب سيارته، فالاستهداف كان في نفس المكان على الطريق، بس انا معتقد ان هم استوقفوه وتم سحله او ضربه تعذيبه الاول وبعدين تم اطلاق النار عليه. ربما تكون كمان المرحله ديت مرحله مثلا اقماعه او اجباره على شيء، انا ممكن اتخيل ان الشيء دوت ممكن اجباره على اشهار اسلام او حاجه، ولما رفض هتم الاستئناف. طبعا ده كلها توقعات وليس معلومات مؤكده، فاحنا هنكون في انتظار التقرير الطبي الصادر من المستشفى هناك. نفس المسلسل برضو يتكرر، يعني من ايام قليله جدا احداث العامريه، وقالوا لنا انتوا لازم تصلوا لما بتصلوا في مكان بتصلوا بترخيص، يعني ما ينفعش اصلي كده بيني وبين ربنا مباشره، لا هات لي ترخيص ان انت بتصلي او ان انت راجل بتعبد ربنا. ففي احداث العامريه حصلت اني مجموعه كانوا مجتمعين في مبنى خدمات، قالوا لهم انتوا بتصلوا ليه؟ خدوا مجموعه من الاقباط عن طريق المساومه، طبعا اساوم علشان خاطر اخرجهم بعد كده عشان يتنازلوا عن المحاضر. حصل ايضا هذا في قريه كوم اللوفي التابعه لمركز صمنلوط، المنيا معروفه طبعا. مركز صمنلوط 2 اقباط عندهم حته ارض عايزين يبنوا عليها مبنى معين او بيت، فقالوا لك فطبعا احنا عارفين النقطه دي بتثير غريزه بعض الشخصيات، فبيتجهوا مباشره ناحيه المبنى وبيقول لك ده هيتعمل كنيسه. ما الذي يديرك من بناء كنيسه في قريه معينه؟ ايه اللي هيعود عليك او ايه المشكله اللي هتعود عليك نفسيا من بناء مبنى كنيسه؟ في خوف معين لدى البعض من انشاء كنيسه، مش عارفه ليه، يمكن فادي يكون عارف ليه الخوف دايما كده بيسيطر على بعض الشخصيات اللي بتكون حاسه ان انا لو بنيت كنيسه قدامها هتحصل مشكله، وبناء عليه بتثار تحريك الارهاب اللي جواهم وبيتجهوا مباشره ناحيه المبنى وبيقول لك لا كنيسه لا، ما ينفعش تعلي صليب، ما ينفعش اشوف قدامي صليب، اصل الجرس بيأذي نفسيتي. ف ايه القصه دي يا فادي؟ هي القصه دي في الاساس مبنيه على التربيه والتعليم. لو الناس ديت متربيه على قبول الاخر ومتعلمين في المدارس هذا الفكر، اعتقد بناء كنيسه او تواجد مسيحي في العمل او مشاركه في شيء امر هيكون طبيعي. لكن خلينا نعترف ان الاحداث ديت احداث متكرره في اماكن سبق وحدث فيها من وقت قريب احداث مشابهه، احداث فتن طائفيه. طب ليه احنا ما بنحددش البؤر اللي بتحصل فيها احداث الفتن الطائفيه ديت ونحاول نعالجها؟ مش معالجه امنيه فقط، معالجه اجتماعيه كمان. بمعنى هي احداث العمريه دي هي اول مره تحصل فيها عمريه احداث؟ طب ما ممكن اجيب لك التاريخ من اول مثلا تهجير الاقباط اللي حصل في يناير 2012 7 ده للعامريه 7 اسر وبعد كده تم تهجير اسره ايضا بسبب زعم وجود علاقه بين شاب وفتاه،
وبعد كده الاحداث المؤخره اللي هي خاصه باحداث اشاعه بناء كنيسه في منزل القبطي. وحتى يعني كان من ضمن السخريه اللي عرضها بعض الاباط على النت ان جابوا منظر البيت بتاعه عباره عن يعني سوري يعني اوضتين جنب بعض كده، مساحه مثلا 4 متر في 4 متر. خايفين ان ده تطلع مش معقول للدرجه دي. اوضتين اللي هم بيتعملوا كمان في المزرعه بتاعته او في الغيط بتاعه، لان المنطقه عمريه منطقه زراعيه، فجايبين المنظر 4 متر في 4 متر. انتوا خايفين اوضه وصاله مش الفكره بس كلها ان هي احداث بتتكرر في منطقه واحده. طب ما تعالى كده حط لي على الخريطه البؤر اللي بتحصل فيه احداث العنف الطائفي، ويبدا عالجها امنيا واجتماعيا. ما قلتش امنيا بس ولا قلت اجتماعيا بس، امنيا بتكثيف امني كويس، علشان طول ما اللي عايز يخالف القانون شايف ان في تواجد امني وكثافه امنيه موجوده اكيد هيتراجع او هيتردد. لكن طول ما الامن مديله المساحه، مديله الفرصه ان هو يقدر يطلع الغل او الحقد اللي جواه، هيعمل كده. وما اسهل ان هو يعمل كده طبعا، لانه مش هيحاسب بعد كده. لكن النهارده مش محدد وجود قوى امنيه، وكمان ثقافه المجتمع في هذه المنطقه، قريه بقى، مركز، مدينه، محافظه زي المنيا بالكامل، بتحصل فيها تكرار احداث عنف طائفي. طب ايه المعالجه الاجتماعيه؟ إيه يعني انت مثلا كمجلس محلي مثلا، او انت كمدارس، لو احنا مستعوضين ربنا في الجيل الحالي، طب الجيل الجديد نبدا نديهم توعيه، فكر قبول الاخر. احنا حتى طرحنا كائتلاف فكره ان احنا ندرس ماده اسمها المواطنه، يعني تدعو للمحبه وقبول الاخر والتسامح، ودي موجوده في الديانه الاسلاميه والمسيحيه. مش هنبتكر حاجه، بس نفوكس عليها، نركز عليها، ومنها نقدر نربي النشء او الطفل على ان هو المسيحي اللي موجود جنبه في الدكه ده شيء طبيعي، ما هوش كافر ولا بيشرب خمره زي ما انت فاكر. الكنيسه ديت مش مكان لاقامه الدعاره، دي مكان لاقامه الصلاه كما يعتقد البعض يعني. قريه صملوط، طب ما انا ممكن اجيب لك تاريخ صملوط دوت مثلا من 2010 بس، لو عدد صوابعي دول عديت عليهم الاحداث مش هيكفوا طبعا في قريه صملوط بس طبعا. او في مدينه مركز صملوط. فهي بؤر محدده داخل جمهوريه مصر العربيه تتكرر فيها احداث العنف الطائفي، ومع ذلك لم يتم السيطره الامنيه في ولا مثل هذه القرى ولا المراكز ولا اي حاجه. ومدير الامن ومحافظ مستمرين في منهجهم. ما هو ده احنا فاكرين احداث قريه الكرم اللي هي حصل مع سيده المنيا، والناس ثابته لحد دلوقتي على كراسيها. محافظ المنيا بعد كل الكلام مش ده استفزاز لمشاعر الاقباط؟ يعني ده استفزاز. طبعًا. يعني انا يعني في محافظ يعني دعوات كثيره جدا لاقاله المحافظ ومدير الامن، لان هم مش شايفين يعتبر شغلهم كويس، وبناء عليه ما زالوا مستمرين وبيضللوا الراي العام. وده نوع من انواع الاسقاط لهيبه الدوله. انا النهارده بقول معلومات كمسؤول مغلوطه تماما ومضلله تماما. طب مش ده بيخلي شكل البلد وحش؟ طبعا. احداث الكرم العالم كله سمعها. سيده تم تعريتها بناء على هويتها الدينيه، العالم كله استنفر هذا الحدث. طيب ما تبدا انت وفقا لضخامه الازمه معالجتك، لكن تجاهلك تماما واستمرار الناس اللي تباطئت وتخاذلت في اماكنهم، ده نوع من انواع الموافقه على ما يفعلوه. انا عايزه اقول لك يا فادي ان الايام اللي فاتت تم الافراج عن 8 من 16 واحد تم القبض عليهم، ولكن النيابه استأنفت وقالت لا، ما يعني تم برضه هيفرج على الباقي. هي الفكره كلها احنا في مصر للاسف بنوضع تحت ضغط اعلامي، فنبدا ان احنا نتواكب مع الراي العام، وبعد ما الامور تهدى والناس تبدا تنسى موضوع نسي وتخش في موال جديد، وزي ما احنا كنا بنقول الهري على ايه النهارده، فتبدا الناس تنشغل بامور جديده، يبدا يفرج ويطلع وخلاص ويصفي الامور وترجع خلاص الدنيا. طب والحقوق والناس اللي تضررت واللي اتهجرت واللي بيوتها اتحرقت. وعلى فكره احداث الكرم لم تصرف الدوله لاي فرد من الافراد الذين تضرروا، ان كان بحرق منازلهم او بتهجيرهم من القريه، لم توفر دوله لهم جنيه واحد. وقالها الان بمكان مسؤوليه شخصيا ان الكنيسه هي التي تكفلت بكامل التعويضات للاسر الموجوده في قريه الكرم. حرق المنازل النهارده برضه 4 منازل الحرق في صملوط، برضه الانبا بفنيتيوس اللي هو راعي المطرانيه هيكون برضه بتعويضهم بناء على دعم الكنيسه ليه. هنا ما هو موقف الدوله؟ الموقف المتفرج السلبي. أين تدخل الدولة؟ حتى كمان لما يعني تحدث السيسي في هذا الأمر
لم يقدم اعتذار بشكل رسمي. يعني انا فوجئت على شاكله مثلا لما اعتذر لسيده التحرير بالظبط في 25 يناير 2014 لما تم تعريتها قال لها احنا اسفين وحقك علينا. وتم عقاب الاشخاص الذين قبض عليهم باشد عقوبه في الوقت دوت. واعتذر لها نيابه عن كل المصريين، ومش بيعتذر عن شخصه بس، طبعا. هو يمثل جميع المصريين، فاعتذر لها نيابه عن كل المصريين. سيدة الكرم يعني أسوأ حالا من سيدة التحرير، لأن سيدة التحرير تم تعريتها بناء على شهوة داخل هؤلاء أو تجمع مجموعة من الشباب، لكن دي تم تعريتها مش بناء على شهوة، بناء على رغبة هويتها في الدينية، كسر نفس الأقباط وإذلالهم وقمعهم بناء على هويتها الدينية. طيب خلونا نرحب بالسياسي الكبير دكتور عبد الحليم قنديل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا استاذه نيفين. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم و30/6 بألف صحه وسلامه يا رب. يا رب دايما. 30/6 انا عارفه ان حضرتك ليك دور رئيسي في هذه الاحداث، و30/6 ذكرى لا نستطيع ان ننساها على الاطلاق، وان الشعب المصري دايما بيحب الاحتفالات في 30/6. 30/6 ماذا تمثل لعبد الحليم قنديل؟ هو 30 يونيو 2013 بكل تأكيد هو واحد من أيام التاريخ الكبرى يعني في مصر. يعني المشهد الذي يعني تدفقت عناصره في شوارع وميادين القاهرة وكل المدن المصرية في هذا اليوم لا يمكن أن ينسى. بعشرات الملايين من الناس يعني تدفقت إلى الشارع راغبة في تصحيح الأوضاع في مصر. الأوضاع في مصر أنا أعتقد أنه في 30/6 في منزلق رئيسي في النظر إليه. إذا نظرنا إليه منفصلا عن 25 يناير 2011 نكون قد فقدنا معنى 30 يونيو 2013 بمعنى أكثر وضوحا. يعني إذا نحن فصلنا بين 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 سنكون أتحنا للمنتحلين فرصة أن يسرقوا ثورة الشعب المصري. من المعروف أن جماعة الإخوان تنتحل صفة 25 يناير وتريد جماعة الفلول أن تنتحل صفة 30 يونيو، بينما يترك الشعب المصري صاحب الثورة في الحالتين بائسا وحيدا. هذا هو المنزلق الذي أحذر منه، لأنه إذا فككنا رابطة العروة الوثقى بين 25 يناير وبين 30 يونيو نكون قد فقدنا البوصلة إلى مستقبل بلد يعني تخيم عليه يعني صور من الضباب في اللحظة التي نعيشها. فأعتقد أنه الإخلاص لعشرات الملايين الذين تدفقوا يستوجب أن ننظر بعد 3 سنوات من الحدث إلى تطورات الأوضاع في مصر يعني بصورة تجمع بين الرضا عن بعض الجوانب. من المؤكد أن لا أحد من المصريين يريد عودة حكم الإخوان، وأعتقد أن هذا أمر أصبح في ذمة التاريخ المصري. لكن في نفس الوقت لم يرغب الذين خرجوا في 30/6 في أن يعود الفلول سواء بالاختيارات أو بالشخوص من درجات الفرز العاشر إلى مواقع التسلط والتحكم في مصر. لم يكن هناك كما يذهب البعض تحالف اسمه تحالف 30 يونيو، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل. كان هناك الشعب المصري في الميادين، الشعب المصري الذي ارتفعت غشواته عن أبصاره مع الموجة الأولى للثورة المصرية في 25 يناير 2011 وكسر حواجز الخوف. وهذا ما يفسر كيف أن عشرات الآلاف الذين بدأوا في 25 يناير 2011 تحولوا إلى عشرات الملايين في 30 يونيو 2013. فهي ذكرى تخص الشعب المصري لا تخص المنتحلين لصفة 30 يونيو. ومن المؤكد أنه لا يمكن أبدا أن نطابق بين أي نظام حكم مضى أو هو قائم الآن وبين معنى 30 يونيو 2013. فأحلام المصريين في 30 يونيو 2013 وجوهرها هي الأحلام التي عبروا عنها أيضا في 25 يناير 2011: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والتصنيع الشامل. هذه أهداف لم تتحقق إلى الآن. نعم، مصر دولة آمنة
ومصر ليست أي بلد، يعني مصر بلد عظيم ليس لأننا من المصريين، لكن مصر هي البلد الوحيد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بتكرار ذكره بالاسم في الكتب المقدسة جميعها. مصر أيضا هي الدولة التي منذ أن وحدها الملك مينا موحد القطرين وهي على حافة إيد مينا، ومن هنا فلا مخاوف مما يروجه البعض من أن مصر يمكن أن تلقى مصير دول إلى مشارقها أو إلى مغاربها من التفكيك. هذا وهم مطلق وهذا تخويف في غير محل. مصر بلد لم تشهد في تاريخها منذ تجارة توحيدها أي حرب أهلية من أي نوع، شهدت بالطبع يعني مراحل ركود ومراحل نهوض كأي أمة، شهدت أيضا خلافات وحول تصورات المستقبل. تزيد هذه الخلافات في اللحظة المختلطة التي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة الآن. مصر في بعد 3 سنوات من المؤكد أنها حققت جوانب هامة، ليس فقط يعني ليس إنهاء حكم الإخوان. إنهاء حكم الإخوان انتهى قبل 3 يوليو، في 30 يونيو كان الأمر قد انقضى وقد انقضى قبلها، وكان ضروريا في ظني أن يجرب الشعب المصري لحكم الإخوان، لأنه فرق هائل جدا. هناك فرق هائل جدا بين التصورات النظرية وبين التطبيقات العملية، وخرج الشعب من هذه التجربة بطاقة وعي أكبر. أنا أعتقد طاقة وعي المصريين سوف تسندهم أيضا في يعني إزالة عوائق لا تزال موجودة إلى الآن من نوع احتجاز عشرات الآلاف من الشباب في غير تهم العنف والإرهاب. هذا وضع لا يليق بهذا البلد، يجب أن ينتهي. أيضا من نوع استمرار اختيارات الاقتصاد المنحازة لفئة قلة مترفة من الأغنياء، 1% من الشعب المصري يملكون نصف ثروة الشعب المصري. هذا أمر يجب أن ينتهي. أيضا تكافؤ الفرص الذي استقر في وجدان المصريين، لعلنا جميعا نلحظ أنه يجري دحس أي معنى لتكافؤ الفرص بوقائع متعددة، آخرها وقائع الغش والتسريب في الثانوية العامة. بالجملة نحن نعيش في وضع الآن في مزيد من الأمل الذي تدفع إليه سياسة خارجية منضبطة نسبيا، أيضا سياسة وطنية تقوم على تقوية الجيش ومحاولة يعني النقل لفكرة صناعات الدمج بين الصناعات الحربية والصناعات المدنية، وأيضا في عناصر أمل توحي بها مشروعات الضبعة النووية ومشروعات شبكة الطرق والمدن الجديدة والاستصلاح الأراضي في الصحراء وإلى آخره. هذا كلام كله يمكن أن يوحي بالأمل، لكن ما يعوق وصول الأمل إلى قلوب المصريين هو أنه خارج الجيش، في الحكومة، في الجهاز الإداري، في البرلمان، في الحياة اليومية للمصريين هناك جحيم متصل، في غلاء أسعار، في جنون دولار، في تداعي الاقتصاد، في عدم عدالة أو غياب مطلق للعدالة في توزيع الأعباء. ما حدش بياخد من كل برغوث على قد دمه. بتأتي الأزمة على رؤوس الفقراء والطبقات الوسطى الذين يشكلون 90% من الشعب المصري، لا يملكون سوى ربع الثروة. فهنا وضع الحقيقة يهدد معنى أحلام المصريين التي خرجوا من أجلها في 30 يونيو. خرج المصريون في 30 يونيو لكي يبنوا بلدا يستحق الصفة، بلدا تسوده الحرية والعدالة والتصنيع والاستقلال والكرامة، وهذه أهداف لا زالت في يد المصريين الآن وليست في يد أي نظام أو أي شخص. دكتور يعني دكتور حضرتك لميت مواضيع مهمة كتير، يعني وفرت علي أسئلة كتير لم نتحدث عن تيران وصنافير. إيه رأي حضرتك في قرار المحكمة الإدارية العليا بهذا الشأن؟ أنا كان رأيي من البداية في تيران وصنافير على النحو التالي يا أستاذة ليدي. أولا أنت تعرفين إنه مش أي بلد لا يعيش فكرة ترسيم الحدود مرات كثيرة، يعني هي تحدث مرة واحدة في العمر. 2 إنه بصدد تيران وصنافير هناك انشقاق حقيقي وليس مفتعلا، هناك انشقاق حقيقي بين طرفين، بين الدولة بوثائقها التي تؤكد سعودية الجزيرتين، وبين الرأي العام بعقائده المتصلة عبر 70 سنة، سواء في متابعة الحروب التي جرت مع إسرائيل والتي برز فيها اسم تيران بالذات،
او في الاعلام بصفه عامه او في مناهج التعليم او في سلوك الوزارات. فهذا الانشقاق المرئي بين الدوله بوثائقها والراي العام بعقائده اضاف اليه لغطا ذلك الاسلوب الابله في اخراج الاتفاق، ايضا التوقيت البائن الذي تم فيه الاتفاق. بالجمله انا لا اريد ان اعقب على احكام القضاء، لان القضيه كما تعرفين منظوره مطعون عليها امام المحكمه الاداريه العليا. لكن الحقيقه احنا حتى لو تصورنا ان المحكمه الاداريه العليا، وهذا في ظني يعني في اغلب الظن سوف يحدث في تقديري، ان تحكم المحكمه الاداريه العليا بعدم الاختصاص بنظر الموضوع، سنكون إذا وضع زاد تعقيده، بمعنى أنه يمكن للرأي العام بعقائده الذي استند والذي وجد في حكم تيران وصنافير من القضاء الإداري وتقرير مصريتها سندا إضافيا، يعني بمعنى آخر هناك ختم قضائي للرأي القائل بأن تيران وصنافير مصريتان، سوف يظل الشرخ متصلا في الضمير الوطني العام. وهذا أمر لا يمكن معالجته لا في أروقة القضاء ولا في أروقة مجلس النواب، ونحن نعرف طبيعة مجلس النواب الحالي، هو يعني ميني برلمان منتخب من ميني شعب بنسبة تصويت ضعيفة جدا لا تكاد تذكر. فهنا أنا دعوت من البداية إلى تشكيل لجنة مستقلة من 3 جمعيات علمية ذات وجود تاريخي في هذا البلد، هي الجمعية الجغرافية المصرية، جمعية التاريخية المصرية، ثم جمعية القانون الدولي، تعرض عليها وثائق الدولة وتعرض عليها وثائق الآخرين، ثم تصدر تقريرا منيرا إلى الرأي العام يساعد في ترميم الشرخ الحادث في الضمير الوطني. أشكرك جدا دكتور عبد الحليم قنديل. كل سنة وأنت طيب ودايما مصر بخير. كل سنة وأنتم طيبون يا رب. يخليك يا كل سنة ومصر بخير ومعافية يا رب إن شاء الله. بشكرك جدا دكتور عبد الحليم قنديل، كان ليه دور رئيسي في 25 يناير و30 يونيو، ومن الشخصيات السياسية المرموقة جدا اللي احنا بنجري كده نشوف ايه اخبار ارائها، علشان يعني في اغلب الاحيان الاراء بتكون صائبة جدا. نرجع لاحداث يعني في يا فادي دلوقتي اسرة في العامرية لا تزال خارج منازلها وغير مسموح ان هم يخشوا مرة تانية لبيوتهم. ده بالإضافة للي حدث لقرية سملوط والحريق اللي فيها اللي هو كوم اللوفي، ودايما الضريبة اللي بيدفعها الأقباط في مثل هذه الأمور. احنا عندنا مش بس الحالة ديت، عندنا حالات كتير قوي لتأجير قسري للأقباط، من ضمنهم ابن سيدة المنيا حتى الآن لم يعود وده شكله مش هيعود تاني خلاص، وده إشاعة. إشاعة ممكن تضيع واحد. هو فعلا لو كان قاعد كان اتقتل بناء على اشاعه، هو دلوقتي مهاجر بناء على اشاعه. احداث برضو سملوط نفس الوضع، في 4 اسر اللي هم اللي كان برضو اطلق عليهم اشاعه، الاخين اللي عندهم ارض. فهو انا لما بقرا في القانون في الدستور المصري في ماده تجرم اعمال التهجير القسري. طيب لا تفعل عندنا النهارده عندنا وظيفه الجهات التنفيذيه يا استاذه نيفين هي حفظ وحماية تطبيق القانون والدستور. القانون وقبليه الدستور، لأن الدستور هو الأساس. فلما في مادة دستورية ومطبقة قانونيا خاصة ب يعني تجريم أعمال التهجير القسري، وتحصل أحداث تجريم قسري، ليه تتوقف القوات التنفيذية عن التحرك أو عن التفعيل هذه المادة بالتحديد؟ تتوقف تماما. لا ده في كمان مواد كتيرة في الدستور. هذا ليس فقط على جانب أحداث سملوط أو المنيا، عندنا أزمات أكبر حصلت في المطرية وطبعا في العريش وفي أماكن مختلفة أحداث تهجير قسري للأقباط بناء على هويتهم الدينية. فلماذا تتوقف الدولة عن تطبيق قانونها ودستورها الذي يحفظ كرامتها ويحفظ شكلها وهيبتها أمام المجتمع المصري والخارج أيضا؟ نقطة زي كده ليه لا تتفاعل القوات التنفيذية في تطبيق مادة هي أساسا منوط بها تنفيذها؟ يعني هي وظيفة الجهات التنفيذية هي تطبيق القانون وتفعيله، وهكذا الدستور المصري. لماذا تتوقف تماما عن أعمال التهجير القسري ولا تبالي بهذا الشأن، رغم أنه الشأن ده شأن عظيم جدا؟ المواطن له الحق الإقامة في أي مكان على أرض المصرية
الماده الثانيه من الدستور ده بشكل سلمي. الماده الثانيه الدستور ما ليش دعوه بيها دلوقتي. الماده الاولى مواطنه. الماده الاولى مواطنه. انا اساس عملي في خدمه المجتمع هو تفعيل المواطنه. لو فعلنا المواطنه نفين احنا هنلغي كل المشاكل. احنا مقدمين كائتلاف اباط مصر مشروع اسمه مشروع قانون مكافحه الفتن الطائفيه، في احد مواده تجريم اعمال التهجير القسري، وفي احد مواده الاسراع في تطبيق قانون دور العباده او بالاخص بناء الكنائس. في مشاكل دلوقتي على قانون دور يعني العباده. الاحداث العمريه واحداث صملوط مبنيه بس على تنفيذ هذا القانون، لانه لو نفذ هذا القانون اللي احنا بنطالب فيه من سنه حاجه و70 وتم حفظه بالادراج ولم يفعل حتى الان، وفي مساعي دلوقتي ان هو لاول مره في البرلمان المصري هيتم مناقشه هذا القانون. انا مش قلت تطبيق ولا تشريعه، مناقشه هذا القانون، ونشوف بعد كده هنوصل لاني مواد واني مواد هتبدا تتقبل، وبعد كده هيتم الاستفتاء عليها داخل البرلمان او التصويت عليها. انت تعرف يا فادي ان يعني ده مشوار، ان الخط الهميوني كان ايام الحكم العثماني وما زال حتى الان القانون الوحيد الذي يطبق من فتره 160 عام. هو القانون الوحيد اللي بتاخده او تاخد بيه الحكومه المصريه في بناء الكنائس. احنا اختلفنا، الانظمه اختلفت. يعني احنا عندنا الحكم الملكي انتهى سنه 52، بدا الحكم الجمهوري 4 رؤساء ويمكن 5 فاتوا عليه. وحتى الان ما زال هذا القانون الوحيد الذي يفعل من ايام الحكم العثماني، لانه قانون جائر على الحق الاقباط وعلى الكنائس، وله شروط مجحفه في بناء الكنائس ودور العباده. طبعا لا نجد مثيل لها في بناء دور عباده اخرى. وبالتالي هو مريح للكثيرين بالاخص المحافظين. انا اعتقد ان احنا جاي علينا الوقت اللي احنا نبدا نتطور شويه ونلغي قانون بقاله 160 سنه ليس له اي علاقه بالمجتمع الحاضر اللي احنا فيه. بالظبط. يعني ملوش لان كمان ان في تغييرات كتيره، يعني كل القوانين اتغيرت، لماذا لم يتغير هذا القانون بالتحديد؟ احنا طردنا في الاول بقانون موحد لدور العباده بحيث ان الكنيسه تتبني زي الجامعه. قال لك لا، صعبه. قال لك طيب نعمل قانون موحد لدور العباده المسيحيه او قانون بناء الكنائس، ده المسمى الرسمي ليه يعني. قال لك قدمنا مشروع سنه 72 او 75، وسنه 81 بدا العطيفي او صوفي ابو طالب يبص كده في القانون، وبعد كده تم حبسه في الادراج البرلمان. ومن هنا لحد النهارده صدقيني لسه موجود في كل احداث عنف طائفي بتحصل في مصر يطلع مسؤول بالاخص وزاره العدل. نحن في مساعي لتطبيق قانون بناء الكنائس، حتى لو طبق القانون جزر بيجروا الآباط عليها وفي الاخر لا تنفذ. انا نفسي بعد احداث ماسبيرو سنه 2011 طلع ساعتها شرف سامي شرف ولا اسمه اللي هو كان وزير رئيس الوزراء. احنا في مساعي الان ان خلال 48 ساعه عصام شرف خلال 48 ساعه نبدا نسعى لتشريع قانون بناء الكنائس. وطبعا سكتونا وروحونا وخلاص. اليومين دول اعضاء البرلمان طلبوا الكنائس بالقانون والكنائس قالت له هو جاهز وقدمته فعلا. الكلام ده من حوالي شهر مثلا. طيب من شهر لحد النهارده انا نفسي بس الدوره دي قبل ما تنتهي الدوره البرلمانيه حاليا يكون القانون تم اصداره نقاش، لانه لسه قدامه مشوار على الاقل سنه ونص عقبال ما يطرح في النقاش للجلسات ويبدا يتم التصويت عليه، وبعد كده يتم تحديد النقاط اللي هيتم تشريحها، وبعد كده تقدم الى اعتقد وزاره العدل او وزاره العداله الانتقاليه، ثم يشرع، ثم تبدا الدوله تعرضه في جريده رسميه، ثم يبدا يسمى كقانون. وفي حاله تطبيقه ومش عارف بعد كده تطبيقه ده اللي هي دي المشكله بقى، ما اكثر القوانين عندنا، لكن لا في حاله تطبيقه بقى يعني هل هيتم برضه هجوم الاسلاميين علشان احنا بنبني كنيسه في الحته الفلانيه بقرار صادر من الدوله وقانون رسمي انا ماشي عليه، فايه رد فعل الدوله؟ ولا يقول لك خلاص بقى مش هنستطيع ان احنا طبعا قانون تظاهر لو انا جيت اطبقه على ازمه العمريه احنا شفنا فيديوهات لآلاف الاشخاص يتظاهرون ضد بناء الكنيسه. الله اكبر. والقوات الامنيه تقف بجانبهم، ما قلتش تقف معاهم، تقف جانبهم. عربيات الامن المركزي تقف